قصصية معلوماتية، اسمعوها يا أحلى سميعة، هتلاقوها مش عادية. النهاردة هنشوف مواقف الرحمة فيها كانت هي البطل. أوقات بنفتكر إننا بنحن على حيوان غلبان، بس الحقيقة إن رحمتنا بيهم ممكن تنجينا من موت محقق. البداية مع كلب بيصارع الموت والكل واقف بيتفرج إلا الشخص ده اللي قرر يتصرف. مد له عجلته كأنها طوق نجاة، والكلب فهم الرسالة وتمسك بالحياة وخرج لبر الأمان. ومش بس الكبار، حتى الأطفال قلوبهم بيضة. شوفوا الأخوات دول عملوا إيه عشان ينقذوا قطة مرعوبة. واحد ساندها بخشبة، والتاني مجهز جردل البلاستيك عشان تنط جواه. تعاون بسيط بقلب طفل، بس أنقذ روح بريئة. أما المشهد ده فهو تجسيد لغريزة الأمومة الجبارة. قطة ضعيفة وقفت جبل قدام كلب أضعاف حجمها، مش مخلية يقرب خطوة واحدة من ابنها، ومستعدة تضحي بحياتها علشان ضناها. فعلا الأمومة قوة مش عادية. وأغرب موقف ممكن تشوفه حصل مع الست المنتقبة دي، وهي قاعدة في أمان الله. قطة جت وشغلتها، وفي نفس اللحظة وقعت حاجة تقيلة جدا من فوق. القطة دي كانت سبب وستر من ربنا علشان ينجيها من خطر كبير. الرحمة مش مجرد كلمة، دي فعل بنشوفه وبنتعلم منه كل يوم. إن اللي بيحن على ضعيف ربنا بيبعتله اللي يحن عليه. يا ترى إيه أكتر موقف لمس قلبكم النهاردة؟ وهل حصل معاكم موقف خير نجاكم من مشكلة؟ اكتبولي في التعليقات، ودايما خلوا قلوبكم مش عادية.